الله الله على روايح الشتا الجميلة، الله على الدفء، الله على الشعور. بص كده الجو تحفة، الجو حاجة تحفة صراحة. شجعني اللي هو ايه ان انا لازم النهاردة كده اخرج بره واجيب لكم شوية حاجات كده تحفة هتنفعكم في شهر رمضان الكريم بإذن الله. تعالوا مع بعض كده نخرج مع بعض حبايب قلبي ونجيب شوية حاجات، بس هفطر بس الأول وايه وابدأ نبدأ ان شاء الله روتين. هتفطري ايه النهارده يا سوسو؟ هفطر ايه بقى؟ بصوا انا دلعي سوسو للي حابب يعرف اسمي، يعني ان شاء الله هقول لكم اسمي باذن الله. انا ام رامي، عندي ابن الكبير اسمه رامي وعندي 3 بنات كده امارات. لو انت اول مره تدخلي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس. بصوا بقى، عملت كوبايه شاي كده قمر، وعملت كمان الفاش الجميل اللي انا كنت عاملاه معاكم، ويعني حطيت عليه جبنه كده، وهنبدا كده فطارنا الجميل. ألذ فطار صراحه. انا خرجت في الوقت دوت. بصوا شايفين بوريكم الورق. بصوا انا صورت جزء وانا بشتري الحاجات، بس للاسف اتحذف مني، فقدر الله ما شاء فعل. بصوا بقى، جبت الورق دوت. صراحة دخلت محل الأول وسألته على الورق دوت، قال لي الورق دوت عامل معايا 120 جنيه. قلت له الرول بكام؟ قال لي الرول 5 متر عامل 120 جنيه. صراحة لفيت لف كتير يعني هتكسبي. لفيت محل واتنين وتلاتة لحد لما لقيت محل جملة ما شاء الله تحفة. جبت كده شوية المشتريات دي منه. جبت كده ده صابون مركز هنعمله في ميه دلوقتي مع بعض، وهنظبط كل حاجه ان شاء الله. وكمان الورق دوت، ورق اللزق دوت هقول لكم دلوقتي سعره. بصوا دي الاسبونشه الذكيه حلوه جدا، بس يعني هو مكتوب عليها، انا ما جربتهاش قبل كده صراحه، دي اول مره اجربها. دي اللفه الذكيه اللي هي ايه بقى؟ هو مكتوب تعليمات، انا لسه ما جربتهاش، مكتوب تعليمات ان انت ما تغسليش بيها التيفال او الجرانيت، يعني الحاجات اللي ايه اللي ما تشابه يعني. بيقولك جربي منه حته صغيره كده في ناحيه عشان خاطر ايه ما يبوظش معاكي التيفال وكده. والصابون ده جبته ب 30 جنيه. اللفه الذكيه دي جبت الاثنين دول ب 15 جنيه، والصابون ده ب 30 جنيه. هنبدا ايه نركزه دلوقتي في ميه وهنظبط تمام يعني. الورق بقى بعد ما لفيت كده لف كتير ان شاء الله هتوصلي لنتيجه حلوه باذن الله تعالى. لفيت كتير عشان خاطر الاقي منتج ارخص، لحد ما لقيت صراحه الورق دوت. جبت 2 بتمن واحده، لقيت الواحده ب 65 جنيه، رحت جايبه الاثنين ب 130 جنيه. بدل واحده يعني هو قال لي 120، فهي يعني، بس لفيت شويه تعبت شويه، والمهم ان انا وصلت ايه لنتيجه حلوه. بصوا بقى، جبت الصابون دوت، بيبقى فيه معجون سائل كده زي ما انتم شايفين، ببدا احطه. حطيه في بوله بقى على حسب ما انت عايزه. البوله دي بتاخد معايا 5 لتر. 5 لتر هو مكتوب عليها بتعمليه في 10 لتر، يعني ضيفي 10 لتر من الميه ومع البودره دي. طيب انا مش هعمل الكميه كلها، انا مش هعمل يعني 10 لتر، انا مش عايزاه يكون خفيف، انا عايزاه يكون مركز كده، والرغوه كده ايه تبقى بصوا ماليه الدنيا كده. فانا حطيت بقى ايه، حطيت المعجون وكيس البودره دوت. انا حطيت ايه كده تلتينه، اللي هو انا هعمل 5 لتر بس، يعني مش هعمله كله. بصوا شايفين انا بوريه لكم اللي انا سبت ايه يعني اقل من النص بشويه، وببدا اقلبه كويس. قلبيه لمده 5 دقايق بقى باي حاجه بقى. بص انا جبت كده المضرب اليدوي، قلت اضربها كده ايه لمده 5 دقايق، يعني عشان خاطر ايه يندمج معايا كويس. بصوا بالسباتيولا كده نزلي يعني نزلي الاحرف كده عشان خاطر ايه تدمجيه كويس كده. بصوا احنا بنعمل كده، وبتضيف الميه اللي عندك بقى تدريجي واحده واحده، اللي هو عايزه تضيفي 5 لتر، عايزه تضيفي 6 لتر من الميه، عايزه 8 لتر من الميه، 10 لتر من الميه. هو مكتوب عليه 10 لتر، بس اللي هو ايه انا عايزاه يكون مركز تقيل، وعايزه كمان اضيف شويه ميه صغيره، ما اضيفش ميه كتير. فبصوا زي ما انتم شايفين كده ببدأ اضيف المية تدريجي. شوفي بقى انت هتحطي 5 لتر 6 لتر 8 10 اللي انت عايزاه، بس انا شايفاه لما يكون تقيل ومركز هينفعني جدا. هتزود عليه مية وهيعمل معاكي رغوة كده، وهيعمل ايه معاكي حاجات حلوة يعني. بصوا هو ريحته صراحة حلوة، ريحته حلوة جدا، يعني حسيت كده بريحة الليمون كده طالعة، وما شاء الله شايفين الرغوة كده. انت بتدمجي الميه معاه وبتسيبيه لمده ساعتين او اكتر. ما شاء الله بيركز معاكي وبيتقل جدا يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده بقلبه خفيف خالص زي ما يكون لسه ميه،
بس صراحة سيبيه ساعتين وهيتقل معاكي، هيبقى تحفة. ونرجع لمرجوعنا تاني، اللي هو برضو ان انا ما اخدتش فلوس كتير. انا بصوا، انا بحط في الحصالة. طبعا انا مش عايزة اشتري مثلا المشتريات رمضان كلها مرة واحدة. انا اشتريت الورق النهاردة، فرست بصل وبلح وحاجات من دي وتوم وحاجات من دي في الفريزر. يعني اعملي فرزي واحدة واحدة، مش شرط ان انا اعمل كل الكمية. ده باقي 200 جنيه هاتي بيهم حاجات، 200 جنيه هاتي بيهم حاجات مستلزمات بيتك، وحاجات يعني تفرزيها كده وتخزنيها لرمضان، هتنفعك جدا. بصوا سبته ساعتين كده وبدأت ايه احطه كده ايه في البرطمانات في الجيركن وايه، وهبدأ بقى ايه، وهنغسل كمان المواعين ونشوف هنعمل ايه كمان. اما الورق بقى هلزقه معاكم في يوم تاني ان شاء الله. فانتي بصي ما تاخديش معاكي فلوس كتير برضو، حتى لو انتي في الحصالة انتي لسه هتحتاجي حاجات كتير جدا. هتحتاجي مكسرات رمضان، هتحتاجي حاجات كتيرة خالص. يعني انتوا عارفين يعني رمضان مصرف شوية، فهو اللي هو بقى ايه، احنا بنبذر فيه جامد. فاللي هو برضو هنمشي برضو على قدر الامكان حاجات بسيطة، مش شرط ان احنا نخرب الدنيا. يعني اللي هو ايه، مش شهر هنخرب فيه الدنيا. هنعمل كل يوم فراخ، وهنعمل كل يوم لحوم، وهنعمل كل يوم كل حاجة، بس بحاجات كميات محدودة. اللي هو ما تهدرش معايا مصروفي او تخليني ان انا اتزنق شهر شهرين او 3. لا، احنا مش عايزين نتزنق، احنا مش عايزين نستلف، احنا عايزين نمشي على قدنا بقدر الامكان. حاولي معايا ان شاء الله واحده واحده كده، هنبدا نفرز حاجه رمضان على قدنا وعلى قد ايدينا. وطبعا اللي معاه وعايز يجيب كتير هو حر، دي حاجه ترجع له. بس انا شايفه هي يعني بكميات بسيطه زي كميات كتيره. يعني البطن ما بتشكرش صاحبها يا جماعه. يعني لو عملتي كميات كبيره، هي نفس الكميات، جسمك هياخد الفايده من الحاجه القليله اللي هتدخل، والباقي طبعا ايه بتطرده. فاللي هو بقى ايه، يعني حاولي ان انت تحافظي وتوفري وتدبري. ونبدا نفرز لرمضان الحاجات اللي هي المهمه الاساسيه، اللي هو تفريز الطماطم، تفريز ملوخيه، تفريز باميه، تفريز بصل، توم. يعني الحاجات اللي هي المهمه دي اللي احنا ايه بنحتاجها طول السنه. هو مش شرط اللي هو شهر رمضان بس، يعني لا، احنا بنحتاجها طول السنه، واللي هو احنا بنفرز منها طول السنه. طيب انا بفرز طماطم، ولو احتجت بخرج منها. مش هقول لكم يعني انا بخرجش منها لا انا عينها رمضان، لا والله بخرج منها لما يكون ما رحتش السوق، عندي اخر الشهر ما فيش اي حاجه، ما عرفتش انزل النهارده اجيب شويه مشتريات، اللي هو خلاص انا مضطره للحاجه دي، يبقى احنا ايه، هخرج من الفريزر، هخرج ملوخيه، هخرج باميه، بسله، فاصوليا، اي حاجه انا مفرزاها محتاجاها بطلع منها واطبخ منها عادي، مش هتخسر. واليوم اللي هيكون هتروحي فيه السوق وهتلاقي الحاجه رخيصه، اللي هو دلوقتي الطماطم غاليه، انا بخرج دلوقتي من الفريزر، يعني ممكن اهلكها دلوقتي. خلاص يعني يعني في حوالي 4-5 أكياس بس طماطم في الفريزر، هخلصهم لحد لما ايه انا بجيب طماطم للسلطه بس، ولو احتجت طماطم باخد منها. واللي هو بقى ايه الباقي بعينه لشهر رمضان. بصي بقى، تروحي بقى السوق تاني، انت خلصتي الطماطم اللي في الفريزر، تروحي السوق تاني تجيبي اول لما تنزل، ما تجيبهاش غاليه. يعني طول ما هي غاليه حاولي تهلكي من اللي في الفريزر عندك. بعد كده اول ما تحسي ان الطماطم خلاص اهي، يعني ما شاء الله هي بدات تنزل اساسا، يعني الحمد لله. فاحنا هنعمل ايه، هنفرزها ان شاء الله اول ما تنزل معانا سعرها ينزل، يعني فرزها على طول. وفي شهر رمضان برضو لو الطماطم رخيصه ما تخرجيش من الفريزر، اعملي من ايه، من الطماطم اللي هي الايه الطازه. كل حاجه بتنفع، يعني حتى لو ما احتاجتهاش في رمضان ولقيتي الطماطم رخيصه في رمضان، اهلك طماطم. اجيب بصل، اجيب الحاجه الرخيصه اللي هتنفعني في شهر رمضان، واسيب اللي في الفريزر هينفعني في يوم تاني، مش شرط ان انا اخلص الكميه مره واحده. طيب بصوا بقى المرجوعنا بقى، نرجع تاني. احنا خلصنا كده الايه المطبخ، شطف المواعين، وخلصنا كل حاجه كده، وجبنا مشترياتنا. جبت الورق، جبت 2 رولين. طبعا الرولين مش هخلصهم مره واحده، لا انا باخد اللي انا عايزاه وبعين الباقي، يعني نجدد، يعني تجديد كده لروح العين كده، عشان عينك لما بتشوف حاجه حلوه كده بتحس ان انتي بتديكي طاقه ايجابيه حلوه جدا، وبتحسي كده ايه بفرحه وسعاده. فطبعا كل ما تشوفي حاجه حلوه قدامك زي ما قلت لك كده، فوزه هتفرحك، اي حاجه هتجدد بيتك، فرحي نفسك باقل الاشياء، بحاجه بسيطه جدا، فرحي نفسك وفرحي اولادك زي ما قلت لك. بصي بقى نرجع لمرجوعنا تاني.
يبقى احنا هنعمل ايه؟ حاولي برضو انتي نازله تشتري حاجه رمضان، لفي محل واتنين وتلاته وعشرة، ما فيهاش اي حاجه. اعتبري نفسك ان انتي مش نازله تشتري وارجع، يعني انا مش نازله اشتري الحاجه وارجع ضروريه، لا، اللي هو انا نازله اشوف مره واتنين وتلاته، مش شرط ان انا اشتري النهارده. حطي في بالك كده، انا مش هشتري النهارده، بس انا خارجه ومعايا 100 او 200 جنيه، مش معايا كتير. طب انا لو عايزه اجيب طلبات خدي 100 زياده. وفري عندك في الحصاله، حطي الحصاله زي ما قلت لك على في اي مكان، اي مكان متوفر عندك، حطي فيها كل اللي متوفر معاكي. وبعد كده بقى ايه، انزلي هاتي حاجه رمضان، يعني واحده 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 واحده. تعالوا بقى شوفوا البسبوسه القمر دي اللي انا عملتها. والله العظيم انا ما عايزه ابخل عليكم باي حاجه حلوه، نفسي كده ادوقكم وادوقكم كده حته في بقكم كده. بصوا بقى، تعالوا بقى نشوف طريقة التحضير. بس لو انت وصلت لحد هنا يا ريت يا ريت يا ريت تحطي لي اللايك. حطيت كوباية من السكر، نص كوباية مية، ما تقلبيش خالص طبعا، سيبيها على النار. يعني بصي حركي كده الطاسة معاكي، وابدأي سيبيها واحدة واحدة لحد لما تتكرمل خالص. وبصي سيبيها كده على نار هادية لحد ما تتكرمل معاكي تماما. بصوا طريقتها تحفة جدا وسهلة، مش مكلفة ولا اي حاجة. وحبيت اقول لكم بقى ادخل لكم كده روايح رمضان معاه، يوم بسبوسة، يوم كنافة، يوم حاجة كده حلوة لاولادك. بصوا شايفين بدأت تتكرمل معايا. حطيت معلقة عسل، لو عندك جلوكوز حطيه. بص بقى انا حطيت معلقة عسل ومعلقة سمنة بلدي، هنبدأ نقلب كده تندمج كده مع بعض كده، تديني الريحة كده. بصي اول ما تشمي ريحة السمنة البلدي كده مع الكراميل، حاجة كده تحفة. حطي بقى كوبايه من الحليب، وافضلي بقى قلبي فيها، ما تخافيش لو اتكتلت منك، ما تخافيش، قلبي كده على نار هاديه لحد ما تبقى معاكي ما شاء الله كده زي الحرير. تعالوا بقى نشوف، هنرفع دوت من على النار، وتعالوا نشوف طريقه التحضير هنعمل ايه. عندي هنا كوبايتين ونص من السميد. هتجيبي كوبايتين ونص من السميد اللي هو دقيق البسبوسه، ونحط عليه الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض، ونبدأ نقلبه وندمجه كويس مع بعض. يعني هندمجهم بس، مش هنعمل اكتر من كده يعني. لا تعجنيه ولا تعملي اي حاجة. بصوا بقى كده ما شاء الله تحفة، مش قادرة اقول لكم على الريحة تحفة. حاولي بس ان انت تدمجي السمنة مع الدقيق الاول البسبوسة، وبعد كده نبدأ نرصها في الصينية. جهزت الصينية، حطيت فيها سمنة برضو بلدي، هتديكي ريحه حلوه، هتديكي طعم اجمل واروع من اللي انت بتجيبها بره. ما كلفتنيش 50 جنيه، يعني بصي ما كلفتنيش اي حاجه خالص، والله العظيم حلوه جدا. بصي هي بتبقى جامده كده شويه، مش جامده يعني اللي هو يعني يا دوبها كده عجينه بسيطه كده، اللي انت تقدري تبطبطيها كده بالسباتيولا كده. معلش انت لو هتروحي تشتري الكميه دي هتشتريها غاليه جدا من بره، يعني الصينيه دي هتشتريها غاليه، يعني هتعديك 200 جنيه. لا انت حطيتي معلقتين سمن بلدي من البيت وعملتيها كده حاجه تحفه كده. خبطيها كده كويس، وابداي دخليها الفرن. هندخلها الفرن، ولما بين نعمل ندخلها الفرن هنحط كوبايتين من السكر، وهنحط هنحط كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، وهنرفعها على النار، وهنعصر الليمونه. وبعد كده حبيب قلبي بس هتعصري نص الليمونه بعد ما تغلي خالص، ونرفعها على طول. يعني هي بصي بتبقى بتبقى سايبه كده. هنبدا بقى نحط الشربات بقى اللي هو بتاعنا الجميل ده بتاع البسبوسه، ونضيفه عليها. كل ما تتشرب ضيفي تاني، ما تخافيش لحد لما تحسي خلاص ان هي كده تمام. بصوا بقى ما شاء الله، مش قادره اقول لكم. بصوا حاجه كده بتتفري كده، حاجه جميله وحاجه طريه كده وحلوه. ويا رب كده الروتين بتاعنا يكون عجبكم النهارده، ويا رب كده روتيناتي تعجبكم ان شاء الله. واتمنى بس كومنتاتكم الحلوه، واتمنى لايكاتكم الجميله اللي بتشجعني وبتحفزني دايما ان انا اعمل لكم كل حاجه حلوه. بصوا روتينات جايه حلوه جدا. روتينات الشتاء، نغير الرخام مع بعض، نغير ونجدد ونعمل كل حاجه، وتعيشوا في الهنا والسعد والرضا باذن الله تعالى. اللهم امين. يدخل الهنا في بيوتكم وقلوبكم وقلوب ولادكم، ويا رب كده تشعروا بالسعاده والفرح دايما. اللهم امين يا رب العالمين.